ودع منتخب الجزائر المدافع عن اللقب كأس العرب 2025 من ربع النهائي بعد خسارته أمام الإمارات بركلات الترجيح 7-6، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لكل فريق. ملخص سريع لأبرز أسباب الخسارة: ضربات الترجيح، تألق حارس مرمى الإمارات حمد المقبالي في التصدي للركلات الترجيحية، عدم دقة الانتهاء، أهدرت الجزائر عدة فرص واضحة، منها تسديدة عادل بولبينا فوق العارضة في الدقيقة 78. القرارات التحكيمية: ألغي للجزائر هدفين بداعي التسلل في الشوط الأول، كما ثار جدل حول عدم احتساب ركلة جزاء للإمارات في الوقت بدل الضائع. رد الفعل بعد التعادل: تراجع أداء الفريق بعد هدف الإمارات، وفشل في استعادة السيطرة الكاملة على المباراة. تحليل مفصل لأسباب الخسارة: يمكن تقسيم أسباب خروج الجزائر إلى عدة عوامل فنية وتكتيكية: الأداء الهجومي وفرص الضائعة، هدر الفرص. على الرغم من السيطرة خاصة في الشوط الأول، لم تحاول الجزائر تفوقها إلى أهداف حاسمة. مثال على ذلك إهدار عادل بولبينا فرصة صريحة في الدقيقة 78. أهداف ملغاة: أثر إلغاء هدفين في الدقيقتين 14 و44 بسبب التسلل بشكل كبير على معنويات الفريق وديناميكية المباراة. الأداء الدفاعي ولحظات التردد: هدف التعادل جاء هدف الإمارات بعد استغلال ثغرة في الدفاع الجزائري، حيث نجح برونو أوليفيرا في التسجيل من مسافة قريبة بعد عرضية من زميل كايو. ضغط نهاية المباراة: كادت الإمارات أن تفوز بالمباراة في الوقت الأصلي بعد فرصة صريحة في الدقيقة 88. الجوانب النفسية والتحكيمية: ضربات الترجيح، تعتبر ركلات الترجيح دائما مقامرة، وكان تألق الحارس الإماراتي هو العامل الحاسم فيها. الجدل التحكيمي: آثار الحكم الأردني أدهم مخادمة جدلا بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للإمارات في الوقت بدل الضائع، حيث لمس المدافع الجزائري أشرف عبادة الكرة بيده داخل المنطقة. مسار أحداث المباراة: الحدث، التوقيت، الوصف. هدف ملغى للجزائر الدقيقة 14، ألغى الحكم هدفا للجزائر بداعي التسلل. هدف ملغى للجزائر الدقيقة 44، ألغى الحكم هدفا ثانيا للجزائر بداعي التسلل قبل نهاية الشوط الأول. هدف الجزائر الدقيقة 46، سجل عادل بولبينا الهدف الأول بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس. هدف الإمارات الدقيقة 64، سجل برونو أوليفيرا هدف التعادل بعد عرضية من زميله. فرصة ضائعة للجزائر الدقيقة 78، سدد عادل بولبينا كرة فوق العارضة في فرصة صريحة. فرصة ضائعة للإمارات الدقيقة 88، تصدى الحارس الجزائري فريد شعال لضربة رأس قوية من بيمنتا. الوقت الإضافي: 30 دقيقة لم يشهد أي تغيير في النتيجة، لتذهب المباراة لركلات الترجيح. ركلات الترجيح فازت الإمارات 7-6 بعد أن تصدى حارسها لركلتين جزائريتين، وبهذه النتيجة تأهلت الإمارات للمرة الأولى في تاريخها إلى نصف نهائي كأس العرب، بينما خرجت الجزائر